النهارده هعمل رز بالشعريه وملوخيه وفراخ محمره. بعمل ده ليه بقى؟ عشان فرح امبارح على الناحيه التانية كده عملت لي ستوري، قالت لي ماما انا بقالي كتير قوي ما كانش رز وملوخيه. خدت اجازه من الشغل عشان قلت بقى انا لسه هصحى اتبل الفراخ امتى. المهم يعني ان انا هوريكم هعملها ازاي. بصوا، اول حاجه بحط حته زبده في الحله. بصوا يا جماعه، انا حطيت الفراخ في الزبده وحطيت عليها ورق لورا وحبهان ومستكه، وبفضل اشوحها خالص كده، وبعد كده ابتدي احط عليها ميه مغليه. بصوا يا جماعه، انا بحب احمر الشعريه قوي، وبحط زبده، وبحط حبه زيت صغيرين. ودلوقتي هشربها بشوربه الفراخ. حطيت شوربه الفراخ خلاص، وهغطيها بقى تتشرب. الرز لما اتشرب مش عايزه اقول لكم بيبقى طعمه تحفه ازاي بشوربه الفراخ. بصوا يا جماعه، انا بحمر الفراخ بحط زيت وزبده، يعني بحط حته زبده وزيت. طشيت الملوخيه يا جماعه كده يا جماعه في الاخر. وطبعا لازم شوربه لسان عصفور وملوخيه الجنة.